يا ابني انت ماشي صح كده ولا المدرسين دي بتستخف بيك وبتضحك عليك وبتاخد فلوسك؟ اوعى احسك عينك يا ابني، انت هو اللي بتسمعني انك تعتقد ان انا طالع عشان اشوه صوره المدرسين عشان تسيبهم وتجيلي. يا حبيبي خلاص، انا موجود على عتبه القبر، انا ماشي، بس انا شايف ظلم. تصور كده لو الدكتور مجدي قال لك انا هشرح لك الدي ان ايه والار ان ايه، وده اكبر موضوع عليه درجات، 16 درجه لطالب الثانويه العامه، ومش اقل من 20 درجه، لما يقل يبقى 18 وقد يصل ل 22 درجه، متوسط 20 درجه لطالب الازهر. قلت لك انا هشرح لك الكلام ده في سنه دراسيه كامله. افرض ان انا قلت لك كده، يبقى الراجل ده مجنون. ده جزء من ماده الاحياء تشرحه لي في سنه دراسيه كامله؟ طب يا حبيبي ما ده اتعمل معاك في الجيولوجيا. هي الجيولوجيا دي مش جزء من الكتاب؟ الجيولوجيا دي مش عليها 13 درجه؟ طب ما انت من شهر 8 وانت بتاخد الدروس في الكلام ده، خلصت لغايه دلوقتي؟ ابدا ما خلصتش. طب انت الصخور معموله في كام حصه؟ بيشرحوها في كام حصه؟ 6 حصص. نشرح جزء في باب، نشرحه في 6 حصص، ونشرح اكبر باب عليه درجات الدي ان ايه والار ان ايه البيولوجيا الجزيئيه، نعملها قدام عينك في 6 و7 حصص؟ هل ده منطق؟ يا ابني انت ماشي صح كده ولا المدرسين دي بتستخف بيك وبتضحك عليك وبتاخد فلوسك؟ هذا لا يرضي الله. عملوا كتب للمعسكرات. الكتب دي، ما احنا بايعين كتب للعيال بتوع عمل حركه وتنسيق هرموني والتكاثر، ما حطيناش الاسئله دي ليه في الكتب دي؟ عشان نبيع كتب. طب دلوقتي بقى هنخلص الدي ان ايه وبعدين نبدا المراجعه بيه. طب ليه نبدا المراجعه بيه؟ عشان نبيع كتب المراجعه وعشان ندبس العيال تاني في فلوس المراجعه. بص بص شوف بيتعمل فيك ايه. استفتي قلبك، فكر في اللي انا بقوله ده عشان ما تبوظش الدنيا اكتر من كده. اتضحك عليك، اتضحك عليك. ولي امر لخص المنظومه دي كلها، قال ايه؟ قال شويه مدرسين بيضحكوا علينا وعلى اولادنا، بداوا لنا سنه دراسيه بالاوائل والمتفوقين، واقنعوا اولادنا وضحكوا عليهم. كانت نتيجه شرحوا لنا الدعامه والحركه في شهرين اللي عليها 6 درجات، وشرحوا لنا التنسيق الهرموني في شهر ونص. ادي ثلث السنه، 3 اشهر 3 اشهر ونص راحوا في كلام فارغ. 6 درجات و5 درجات، دخلوا بقى في التكاثر راحوا مكروتين التكاثر. طب وبعدين عشان يبيعوا بقى كتب المعسكر وعشان يدبسوا العيال في المعسكر. دخلت العيال المعسكر، خرجوا من المعسكر بقى، دلوقتي بقى عايزين نبيع بقى البيولوجيا الجزيئيه والمناعه اللي ما اتباعتش. ما هي ما اتباعتش، موجوده. الله، ما هي موجوده دي كان فيها مناعه، لو العيال كانت عايزه تشتريها ما اشتريتهاش ليه؟ دلوقتي بقى عايزين نبيع الكتب دي عشان ما نخسرش. طب وبعدين نخلص بقى الدي ان ايه ونبدا مراجعه بالدي ان ايه، مش دي نقطه الضعف عند الطالب؟ نجيبه تاني في المراجعه ويدفع لنا تاني فلوس في المراجعه ونبيع له كتب تاني للمراجعه. هل ده يرضي ربنا؟ والله ما يرضي ربنا، والله ده ما يرضي ربنا. اوعى احسك عينك يا ابني، انت هو اللي بتسمعني انك تعتقد ان انا طالع عشان اشوه صوره المدرسين عشان تسيبهم وتجيلي. يا حبيبي خلاص، انا موجود على عتبه القبر، انا ماشي، بس انا شايف ظلم. شايف طلبه دلوقتي بتتواصل معايا يقولوا لي احنا كنا بنحضر مع المدرس الفلاني، واخد بالك انت، وهنشترك في الدي ان ايه وهنشترك في المناعه وهنشترك في التكاثر وهنشترك في الجيولوجيا. ده يرضي ربنا؟ والله ما يرضي ربنا، والله كمان مره ما يرضي ربنا. ده ما يرضيش ربنا ابدا اللي بيتعمل في التعليم في مصر. حرام. انتبه، انتبه، وخش لكل مدرس ظلمك وانا اولهم، قول له انت ظلمتني وظلمت ابويا وظلمت امي. اكتب له كده، اكتب له كده عشان ينتبه قبل ما ينام، يمكن يفتكر هو هيشيل التعليق بتاعك ده، هيشيله. لا بس ننبهه ان هو ماشي